البلوجر إسراء بنت زي كتير من البنات بتشارك جزء من حياتها المرتبط بالشراء والفلوجات على السوشيال ميديا مع متابعينها، وظهرت مرة واحدة للمتابعين بشكل مختلف تماما، وعيونها كاساها اللون الأحمر، وده اللي أثار ضجة على السوشيال ميديا متعاطفين مع البلوجر إسراء، واللي كتبت: أنا واحدة كان كاتبة كتابها كمان كام يوم وكنت بحضر الفستان والقاعة وتفاصيل كتير قوي، كنت بنزل لكم فيديوهات سلسلة العروسة تكوني ازاي لما اعمل حاجة بوريكم انا بعمل ايه. واضافت: كانت الامور ماشية تمام، كان في شوية مشاكل بسيطة وحاجات بتضايق برضه، بس بسيطة، لكن مش لدرجة اني نمت صحيت لقيت عيني بالشكل ده، كشفت والعلاج ولا جايب نتيجة ولا فاهمة ولا حد مشخص لي ده ايه ولا ده سببه ايه. كل يوم بنام واصحى بتزيد اكتر، فرح اتأجل وحاجات كتير باظت عندي، غير طبعا النفسية، غير ان انا ببص لنفسي كل يوم في المراية. انا كنت المفروض اكون عروسة، فجأة بقيت شكلي ده. وتابعت: الحمد لله على كل شيء، بس انا محتاجة ان انتم تدعوا لي دعوة من قلبكم وما تنسونيش دايما في دعواتكم. وفور نزول البوست ده اتحولت إسراء ترند السوشيال ميديا، وعلقوا المتابعين على الأمر إنه أكيد حسد بسبب مشاركتها لتفاصيل جوازها على العام اللي خلى الحسد جاب أجلها. وعلق الدكتور جمال أبو المعاطي أخصائي عيون الحالة الصحية لإسراء وقال: هذا لا يليق، ممكن يحدث لأي أحد نزيف تحت الملتحمة وبيروح في فترة من 10 ل 15 يوم، ويحدث بسبب الضغط المرتفع والإجهاد. وأضاف: على ما يبدو من المنشور في إن التفكير في مستلزمات الزواج أصاب إسراء بتوتر وارتفاع في ضغط الدم أثر على العين، لكنه سيزول خلال أيام، لذا لا داعي للقلق. وعلقت إحدى المتابعات وقالت: نزيف خارجي بالعين عبارة عن شرايين رفيعة انفجرت بالعين، شيء سطحي وعادي جدا وما بيعمل أي تأثير في الرؤية، وده لعدة أسباب: عطس قوية، حمل شيء تقيل، حرارة، ضغط. وده طمن متابعين إسراء شوية بإن الأمر بسيط، وبإذن الله الحالة دي تروح في أقرب وقت. وفي الختام نتمنى الشفاء لإسراء، وحاب أعرف رأيكم في الأمر، هل ده ضغط من تجهيزات الفرح ولا العين فعلا فلقت الحجر؟